لانه هاي الظاهره صارت جزء من عادات وتقاليد احنا تربينا عليها، واحنا صغار يعني بنشوف انه وقت الفرح لازم اطلاق العيارات الناريه اشي لا يتجزأ يعني من حياتنا صارت وقت الفرح. وكمان انه هي بتدل على يعني يمكن وقت اللي يجي الشخص او الرجل يطلق هاي العيارات الناريه انه بتدل على انه بحس برجوليته، انه انا عملت اشي يعني كتير كبير، انه عبرت عن فرحي بطريقتي، في طريقه انه الكل يحكي فيي بعد ما اطلع من الفرح. يعني انت بتشوفي انه رمز للرجوله هو اطلاق العيارات الناريه وحمل المسدسات. ايوه. انا بالنسبه لي بحب اطلاق العيارات الناريه بشكل مش طبيعي، يعني خاصه لما اروح مثلا على العرس. يعني اذا ما كانش مسدس على جنبي ما بعرف انزل على العرس، يعني بصراحه يعني بسوي لنا. وخاصه لما يكون مثلا اخوي، يعني لما اكون قاعد بطخ والله بقول تفضلوا اخوي قاعد بطخ، يعني بفتخر. بفتخر انه اخوي قاعد مشان المسدس وبطخ. فيعني مش شايف انه فيها شيء صحيح، انه فيها هدر للارواح وقتل الفرح، بس انا يعني بعز هي الظاهره وبحبها، يعني بحس انه يعني عاده متاصله فينا من زمن اجدادنا وابائنا. يعني برضه انت بتأيد ليلى انها رمز للرجوله؟ اكيد رجولي، يعني لما واحد ينزل مثلا على عرس معهوش مسدس، ويعني بتلاقيه انه مش انه زي اي شاب ثاني، بتلاقيه مثلا بتهاوش على دبكه او شيء، او بتهاوش هو فلان وعلان. اما واحد والله معه مسدس وبطخ، يعني شيء مفخره وشيء بيرفع الراس لما يقول مثلا هذا والله اخوي قاعد بطخ. ويعني خاصه لما تكون مثلا حنه او شيء، بتلاقي البنات مثلا والله دي طلي هذا اخوي قاعد بطخ قاعد. يعني انا مع ظاهره مجتمعيه انتم عم بتعبروا عنها برايكم. بدي اشوف انت برضه. بحب اعقب على كلام اصحابي انه يعني ظاهره اطلاق العيارات الناريه موروث احنا ورثناه عن ابائنا واجدادنا، ورمز للرجوله، واحنا يعني بنعيش حياه بداوه لحد الان. يعني حتى لو تمدنا بس بتضل الموروث البدوي عندنا موجود. هلا من البداوه اطلاق العيارات الناريه؟ نعم، لانه رمز الرجوله، لانه رمز الرجوله وافتخار انه كل واحد يحمل سلاح عنده